عمل فرح ابنه في أكبر فنادق القاهرة، لكن على الرغم من كده ما كانش في أي حد من الفنانين ونجوم المجتمع، والجمهور بيقول أكيد دول زعلانين منه. إيه اللي حصل في فرح ابن عمرو أديب؟ وليه فيديو رقصة ابنه مع والدته ترند؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. امبارح كان الإعلامي عمرو أديب أول فرحته بابنه خالد، وطبعا أول لما الناس بتسمع عن فرح ابن إعلامي أو فنان مشهور بتتوقع إن نجوم الفن هيجولوا من كل مكان، خاصة يعني واحد زي عمرو أديب اللي ليه علاقة وطيدة بكل مشاهير ونجوم العرب مش مصر بس، ولأنه من عيلة فنية وإعلامية كبيرة، يعني كل واحد لو جاب معارفه هيبقى أكبر فرح في مصر. لكن الحقيقة إن الكلام ده ما حصلش. الفرح كان أبسط من أفراح الناس العادية، رغم إنه معمول في فندق من أكبر فنادق القاهرة، لدرجة إن الناس لما اتفرجت على الفيديوهات افتكرت إن المعازيم ما جاتش أو إن القاعة مثلا فاضية. لكن في الحقيقة إن حفل الزفاف كان عائلي من الدرجة الأولى، كل الناس المعزومة تم اختيارهم بعناية وكلهم من العيلة أو الأصدقاء المقربين جدا منهم، لكن مفيش حد من المعارف أو الزمايل. ومش بس كده، كل مظاهر البهرجة ما كانتش موجودة، العريس والعروسة لابسين فساتين وبدلة بساط جدا، وحتى المعازيم فساتينهم عادية، ناس جاية تفرح بابنها وبس. ولولا الفيديو اللي طلع ترند ما كانش حد هيعرف انه فرح ابن عمرو أديب كان امبارح من الأساس. طيب ايه حكاية الفيديو ده؟ الفيديو كان لخالد وهو بيرقص مع والدته رقصة رومانسية، لكن اللي فاجئ الكل ان خالد مش ابن الإعلامية لميس الحديدي زي ما كل الناس كانت فاكرة، ده ابن الإعلامية أماني سوكا اللي اتجوزها عمرو أديب في التسعينات، وبسبب اختلاف الآراء انفصلوا عن بعض، لكن العلاقة والود ما بينهم فضل قائم لأنها أم ابنه. لكن كمان الكل استغرب نظرات الحب والفرحة اللي كانت في عيون لميس، وده اللي خلاهم يشوفوا إنها مش بتعامل خالد على إنه غريب، دي كانت بتعامله زي ابنها بالتمام. رغم اختلاف الناس مع عمرو أديب في آرائه الفترة الأخيرة، لكن بعد موضوع فرحه وجهة نظرهم فيه اتغيرت تماما، وبقوا شايفين إنه واحد منهم، رغم إنه الإعلامي الأكبر أجرم في مصر كلها، لكنه بيتعامل ببساطة دون تكليف أو تعالي، وده اللي كان واضح جدا في الفرح. إيه رأيكم في فرح ابن عمرو أديب؟ وهل فعلا بتشجعوا إن كل الأفراح تبقى بالبساطة دي؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.